السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هذا الفيديو هذا ديال هاد الدجاجة باغا تحضن. كيفاش غنديروا لهاد الدجاجة؟ غنشدوا واحد الكوربة وغنحلوها من واحد الجهة، يعني غنقطعوها وغنجيبوا البيض ديالنا المخصب. انا جامعو في هاد الثلاجة هادي، تقريبا هاد الثلاجة هادي فيها غير البيض المخصب للديوك، ماشي ديال الماكله. لا بغيت نشمخ شي دجاجه او نخدم الفقاصه كنجبد هاد البيض هذا. وشحال غندير لهاد الدجاجه؟ الناس كيديروا 15، انا غندير هي 9 حيت الدجاجه بنت لي صغيره، حيت درت ليها 15 غيزهقوا لي، غيزهق ليها البيض. انا ها نتوما كما كتشاهدوا غنعزلوا البيضات اللي عندنا مزيانين وكبار. هاد البيض هذا فيه خليط السلالات، فيه الاندلسي، فيه الفيوم الذهبي الحقيقي، وفيه نيو جيرسي، وفيه الاسترالي. غنعزل هاد 9 ديال البيضات كما كتشاهدوا. ضروري ديروا شويه ديال التبن اللي عنده داك البقايا ديال الفخر، او البقايا ديال الفخر حتى هو مزيان كيسخن الدجاجه ديالنا. الرماد انا كندير التبن، وغندي الدجاجه ديالي لبلاصه اللي نعزلها بوحدها باش تاخد راحتها، باش ما يبرز لها حتى شي واحد. وهذا هي الكوربه اللي غتشمخ فيها الدجاجه ديالنا. غضرب تقريبا 21 يوم. 21 يوم غيكونوا الفلالس ديالنا خرجوا ويكونوا في حاله جيده. وديك الساعه ان شاء الله غنشارك معكم. هانتوما انا حطيت ليها وغتجي سبحان الله، غتجي بوحدها. انا غنبعد من هاد البلاصه باش تدخل هي البلاصه ديال الشماخه. هانتوما غتشوفوا هاد الدجاجه ديالنا دخلات البلاصه ديال الشماخه، ولكن ما نخليهاش في هاد البلاصه، غنعزلها بوحدها. غنديرها في واحد القنيت، في واحد السده اللي غتكون بوحدها باش تاخد راحتها في الحضانه وتكون في حاله جيده، باش ان شاء الله يخرجوا لنا الفلالس ديال الخليط السلالات ونيو جيرسي والاندلسي. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتابوناو عندي في لاشين ديالي، وتبركوا على الجرس. واللي بغى شي استفسار شي حاجه مرحبا والف مرحبا. وهذه هي الطريقه الا بغيتي تشمخ الدجاجه ديالك. هانتوما انا نحطها هنايا في هذا البلاكار كما كتشاهدوا. ها هي دابا عطا وجهها لهاد الجهه. هانتوما هذه هي الطريقه الصحيحه الا بغيتي تشمخ شي دجاجه عندك مع الدجاج. وتهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.